اكاديميات بتطلع وبعدين تقفل كتير كتير كتير، يعني اعداد غير عاديه، ناس كتير بتبقى عندها الرغبه انها تدخل في المجال دوت وبتوقف، واكاديميات تانية ما شاء الله بتطلع بسرعه الصاروخ. اكيد في سر. ايه معادله النجاح؟ اي اكاديميه او مؤسسه تعليميه مركز تدريب هيشتغل، وخاصه لو هيشتغل اونلاين، السر فين؟ والاستهداف والتسعير وكل الحاجات دي اسمها حواشي غير جيدة. لا يمكن لمؤسسة أو عميل أو شركة تنجح إلا بالثلاث عناصر دول متشابكين ومتكاتفين مع بعض. انا افهم من كلام حضرتك ان ممكن يكون من ضمن اسباب فشل مؤسسه ما رغبه صاحب المؤسسه او الاونر ان هو يبقى هو المدير واللي بيتدخل في كل التفاصيل. تخرج من المجال ده وتسيب الشغل ده اللي انت ناجح فيه وشغال في شركه انترناشونال كويسه بيحلم بيها اي شاب أكيد طبعا. في الوقت ده اللي هو 2003 2004. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا لان معانا ضيف مميز جدا جدا. ضيفنا النهارده هو صاحب خبره كبيره جدا في مجال اداره الاعمال والكونسلتيشن للشركات والمؤسسات ومساعده المؤسسات المتوسطه والصغيره في تطوير اعمالها، صاحب نجاحات كبيره جدا في نفس المجال دوت. ضيفنا هو الدكتور اسامه محمود، استشاري اداره الاعمال، عضو الجمعيه الامريكيه للتسويق، رئيس مجلس إدارة شركة سترايد مصر للتدريب والاستشارات. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، اخبارك ايه صديقي العزيز؟ أهلا بحضرتك. في البداية بس عايزين نعرف من حضرتك بدايتك في مجال التدريب والاستشارات بدأت إزاي، وإزاي دخلت المجال دوت، وتحكي لنا كده أول البداية كانت عاملة إزاي. هي الرحله دايما بتبدا بتحديات، وانت لما بتعدي التحديات دي بتلاقي نفسك ايه الموضوع اتطور وبقت الدنيا اسهل. انا بدات حياتي المهنيه تقريبا من 24 سنه فاتت، مش عايز اقول ما شاء الله. عشان السن ما يبانش يعني. لا ما يبانش. بدات في شركات كلها كان بنشتغل في مجالات التسويق والمبيعات وخدمه العملاء وتطوير الاعمال، دي الاربع انشطه الاساسيه. وبدات حياتي المهنيه في شركه متخصصه في مجال ميكانيكا التصوير اسمها زيروكس، which is the biggest company over the planet في المجال ده. وبعدها بسنتين ثلاثه كده فهمت شويه المبيعات، ولسه بقى شغف البدايات وحب البدايات. حسيت المبيعات دي حاجه حلوه قوي، واتنقلت من زيروكس الاي بي ام. اي بي ام دي كانت برضو من كبرى الشركات في مجال الكمبيوتر، انترناشونال بيزنس ماشين. قعدت فيها سنتين ثلاثه، وبعدين قعدت في السيارات بقى حوالي 18 سنه، الجزء الباقي من الرحله. وبعدين انتقلت للتدريب من 2018 حتى تاريخه بداية التدريب. التدريب بقى والاستشارات والخدمات التسويقيه المتكامله سواء للشركات الصغيره او المتوسطه، وتحديدا المؤسسات التعليميه، لان انا بحب قوي الجانب الاكاديمي ودعم المجتمع التعليمي. امتى حضرتك قلت انا هسيب العمل الاداري واركز اكتر في التدريب والكونسلتيشن؟ هو الحقيقه دي ما جاتش بقرار، دي جت بمحض الصدفه والظروف يعني. اشتغلت في اكتر من مؤسسه تبع الجهاز الاداري للدوله، وفي اعداد القاده واعداد القيادات وبناء يعني الجيل الثاني والصف الثاني من القيادات والمسؤولين عن المؤسسات الجهاز الاداري للدوله وبعض المؤسسات الضخمه في مصر يعني. فاكتشفت شويه حاجات كده ان انا لازم الموضوع ده يتفرد ويحصل له عمليه تمدد للشركات الصغيره والمتوسطه، واسست شركتي وبدات بقى العمل مع الشركات الصغيره والمتوسطه في مصر والمملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده والكويت. ما شاء الله. يعني ان شاء الله بنحاول نتمدد ونتوسع اكتر لمنطقه مجلس التعاون الخليجي اكتر، يعني لانهم الاكثر احتياجا للي احنا بنقدمه، وهم متعاونين معانا جدا. يعني دخلنا في اكتر من 20 صناعه في 9 دول من الوطن العربي، بس تحديدا احنا التركيز بتاعنا في الدول مجلس التعاون الخليجي لان لنا مكاتب تمثيل فيها. وبنركز اكتر في الجزء الاخير في الكام سنه اللي فاتوا، الاربع سنين اللي فاتوا بعد كوفيد تحديدا، على دعم التعليم، وتحديدا التعليم عبر الانترنت اللي حصل فيه تمدد كبير جدا جدا، والسوق ده بيكبر وكل يوم بيكبر. التطبيقات اللي بتحصل، التعليم وسهولة الوصول، كونكتيفيتي اللي حاصلة عبر الفضاء الإلكتروني زي ما بيقولوا يعني، أو زي ما بيسموه، مدارس ومؤسسات تعليمية ومراكز تدريبية. الناس دول كانوا في منطقة وحصل لها زي ما بيقولوا كده توسع وتمدد. الاونلاين فرق كتير جدا مع المؤسسات التعليميه، غير المسار. كانت في حاجات ما كناش بنتخيل ابدا انها ممكن تحصل. النهارده بقت كل الحاجه العمليه التعليميه بتتم عبر الانترنت ببرامج وجداول متميزه جدا وفق معايير تعليميه على اعلى ستاندردز زي كوجنيا وزي كامبريدج. في حاجات كتيره جدا بقت سيرتيفايد واكريديتد. انت بتدرس، ابنك بيدرس، انت بتتعلم شخصيا لو مركز تدريب او بتحسن لغه تانية عبر الانترنت.
وده بيزنس كبير. انا شايفه ان الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال ما عندهمش الاهتمام الشديد قوي بانه بيزنس، هو مهتمين بيه من الجانب الساينتفكلي والاكاديمي. احنا بنقدم كراكلمز كويسه جدا معتمده من مؤسسه تعليميه معينه، بس هي الحقيقه هي منظومه بتاعت اعمال. مش متصور ان هو زيه زي اي بيزنس محتاج يتدرس ويتعمل له سيستم بيزنس. 100% ده اللي بنواجهه مع الناس اللي نجحوا كمان تحديدا، لان احنا الحمد لله ما عندناش حد مش ناجح، كل الناس اللي معانا ناجحين نجحوا وعايزين يحافظوا على النجاح. لان انت بعد ما بتنجح عندك تحديين، انك تسستين وتبقى عندك سستينابيلتي ان انا عندي استدامه، انا عايز المشروع يخرج من منطقه ان انا عندي ريتنشن وانا واقف على ارض صلبه، لا ابقى سستينابل بقى، ابقى مستديم. في ايه الاستدامه؟ في النمو. كل شويه باخد منهج جديد، باخد دوله جديده، بدخل محتوى جديد، وببدا اكواير بقى بعض الشهادات الجديده زي ما الناس بتشتغل. دخلتنا قوي في حته المؤسسات التعليميه، وهي الاساس اللي احنا بصراحه عايزين نستفيد من خبره حضرتك فيه. لكن احنا كنا لسه بنحاول نتعرف اكتر على دكتور اسامه نفسه. انت حضرتك اخترت مجال التدريب والاستشارات وبدات فيه من 2018. طيب انا عارف ان حضرتك بتدرس في جامعه وتدريب واستشارات وعندك شركه استرايد، انت بتنسق الدنيا دي كلها ازاي، او عامل توازن ازاي بين كل ده؟ الحقيقه في حاجه اسمها الاداره بلا اداره. ايوه، ودي حاجه جميله جدا. جميل. هو الاداره بتيجي، العمليه دي بتيجي يعني نورمال هيومن رياكشن. انت حضرتك لما تكون بتحب حاجه معينه، فلما بتبذل فيها جهد كبير ما بتحسش انه جهد، لان انت بتغطي جزء من الشغف. الكلام اللي بيقولوا لا بلاش الشغف وكذا، لن يحدث نجاح صارخ الا بحاجه بتحبها. عمرنا ما شفنا حد بيشتغل في حاجه وهو ما بيحبهاش وعمل فيها هيبقى عادي، هيبقى تقليد. ممكن يبقى عادي. بالظبط. القائد العظيم زي ما بيقولوا ده يولد ولا يصنع. انما الصناعه ممكن نصنع الاف القاده اعتياديين، لكن القاده مش هيجيبوا فرق، مش هيحققوا فرق. وده الجزء اللي انا انطلقت منه من 2018 حتى 2022 بعد كوفيد. تاكدت ان انا لازم اقدم الخدمه دي بشكل كويس، واللي قال لي انك انت كويس فيها هو المتلقي. الشركات اللي تجربه ومشينا خطوات مع بعض، عملنا CSA لكل المؤسسات التعليميه اللي اشتغلنا معاها. والCSA ده خطوه مهمه جدا جدا لازم يعملها كل مؤسسه تعليميه. Current Situation Analysis، حلل انت فين، وضعك الحالي، where you are and where you should be. اول خطوه دي مهمه جدا. انت لازم تقعد مع نفسك وتشوف هل عندك العدد الكافي من الطلاب او الاودينس، هل انت بتستهدف عدد اكبر، هل عندك كابابيلتي عشان ما تستهدفش وانت ما عندكش كابابيلتي، لان ممكن نستهدف عدد اكبر من الطلاب وانت مش جاهز. فارجوك لازم يكون وراك خبره استشاريه طويله، حد مش هيخليك تعمل الترايل اند ايرور، هو استهلك الوقت ده ويخليك تبدا من حيث هو انتهى في النقطه دي، ويساعدك انك تاخد خطوات ثابته بقى وانت بتتحرك للامام. جميل جدا يا دكتور. حضرتك في الرحله الجميله اللي حضرتك بتحكي عليها دي حاجه و20 سنه، اكيد مريت بمحطات هي كانت فارقه ومهمه جدا في حياتك، او مشاريع اشتغلت عليها وحققت نتائج بطريقه مبهره قوي. فنحب نعرف من حضرتك اهم المحطات اللي ما بتنساهاش ابدا. بص، هو طبعا من اهم المحطات في حياه الانسان المحطات اللي هي المفصليه بعد الزواج، ويكون عندك مسؤوليه، فبتكون مش متخذ كل القرارات بشكل سريع وحاسم زي ما كنت شاب وانت ما عندكش مسؤوليه. بتفكر كتير، بتفكر اكتر، والتردد على فكره مقبره الفرص. يعني من يتردد هيضيع منه كل الفرص المتاحه قدامه. عشان كده ناس كتير جدا يقول لك دي فكرتي وفلان هو اللي نفذها. طب انت كنت فين؟ الفكره ملك من نفذها. صحيح، هي اسيره عقلك، خلاص خليها اسيره، حررها بانها تخرج للواقع. فالجزء اللي بنقول فيه المحطات، انا في محطات يعني فارقه في حياتي لما اتنقلت من مجال IT والتكنولوجيا المعلومات، وما كانش لسه مزدهر جدا كالان يعني. نواديز طبعا الموضوع مختلف، ذكاء اصطناعي وحاجات جباره. كنت بشتغل في زيروكس وIBM، والشركتين يعني اجريمنت بينهم بنقدم خدمات للمؤسسات والشركات. الخدمات دي عباره عن اركايفنج سوليوشن، وانت بتخرج من المجال ده وتسيب الشغل ده اللي انت ناجح فيه وشغال في شركه انترناشونال كويسه بيحلم بيها اي شاب أكيد طبعا. في الوقت ده اللي هو 2003 2004. حاجه كويسه جدا وشركه مستقره وشركات محترمه وكبيره الحمد لله. وتروح تبدا في مجال من البدايه بعد ما قضيت 5-6 سنوات زي مجال السيارات، الا ان شغفي وحبي للسيارات كان هو المسيطر يعني. فروحت المجال وقعدت فيه فتره كبيره، وده كان قرار فارق في حياتي وكان نقطه تحدي. هل هتنجح؟ وهل بيع السيارات وتسويق السيارات وخدمه العملاء بتوع السيارات؟ دخلت في شركه كبيره
انترناشونال. في شركات، انا اشتغلت في السيارات في اكتر من 4 أو 5 مؤسسات، كلهم ماركات عالميه، يعني كبيره جدا، من اكبر الماركات في العالم في مجال السيارات، منهم واحده من اكبر المصنعين في العالم. لما اشتغلت في المؤسسات دي اتعلمت ان الاداره هي منهج واحد، انك تدير مؤسسه تعليميه زي ما تدير مصنع، زي ما تدير شركه، زي ما تدير بنك، على اختلاف الانشطه، الا ان في كونسبت واحد هو اللي بيحكم العمليه في 4 عناصر: التخطيط، ثم التنظيم، ثم التوجيه، ثم الرقابه. دول ال4 عناصر بتمر بيهم اي عمليه اداريه. انت شركه، مدرسه، مؤسسه، جامعه، لازم تعمل ال4 عناصر دول. تحط خطه، بعدين تنظم الخطه دي على الفريق الموجود معاك عشان يعمل مين هيعمل ايه، اللي هم ال 5W1H كونسبت، حاجه كده بنطبقها في الاتش ار. وبعدها بعد ما عملت التخطيط والتنظيم وفرقت المهام على الناس، لازم تعمل ايه؟ دايركتنج، توجه. لا دي مشيت على المسار الصحيح، لا دي خرجت بره الاطار، لا ده كان المستهدف بتاعنا كذا، لا خليك جوه السكوب. الاداره مش بتحط القواعد وتمشي، وبتشرف على العمليه التنفيذيه. مهم جدا. اخر عنصر، العنصر الرابع، وهو عنصر الرقابه. امتى ناخد قرار بحذف احد العناصر او اضافه عنصر جديد او تطوير او تدريب حد؟ تقارير بقى والتحليل كي بي ايز بقى والمتابعه. الخاصه بالناس، والكي اس اي والكي اس اي، وكل ما يخص العمليات التشغيليه والتنظيميه. يعني يقول لك ايه كي اس اي دي؟ الكي سكسس اليمنتس. ما هي عناصر النجاح؟ ممكن تكون مؤسسه تعليميه مش محتاجه اصلا تسويق ولا محتاجه اي خدمات. هي الاي او سي مثلا، هي محتاجه تعلن عن برنامج او كذا، كل الناس بيروحوا بيدوروا عليه. لكن في مؤسسات اخرى بتحتاج. فاحنا ما نقولش ساعتها ان اللي في المكان ده عمل بومينج ماركتنج بلان، لا، اتس بومينج نيم، هو اسم كبير اوريدي. انما امتى نقيس النجاح؟ لما يكون ما فيش كل العناصر متوفره، ونقول الكي اس اي بتاعتنا، العناصر الكي سكسس اليمنتس هي خطه تسويقيه ناجحه، فريق خدمه عملاء متميز مدرب ومعد بكفاءه وفاعليه، مناهج محترمه بتدرس بشكل سليم، التزام من المؤسسه التعليميه ككل لتقديم الخدمه للمتلقي النهائي او البيرنتس. جميل جدا يا دكتور، دي كده محطة في حياة حضرتك. احنا كمان عايزين نعرف محطة في بيزنس انت ساعدته واستشارة او المساعدة اللي حضرتك قدمتها لهم فرقت معاهم كتير قوي. بص، هو طبعا عشان ما اقعدش اقول يعني كلام بدون اسامي. هو في ناس كتير طبعا كانوا سعاد. انا بحسب النجاح ده بشكل مختلف. يعني انا بقول لو انا حققت تغيير في حياة مؤسسة او في مسارها فهو نجاح. ولو العميل شعر بهذا التغيير ولمس العوائد بتاعته الماليه، لان انا راجل بتاع بيزنس فبحسبها في النهايه ايه؟ فلوس. بالظبط. والعميل نفسه الترجمه هي ما يفهمش أبواب. اي حاجه غير زياده مبيعات بالظبط، زياده ريفينيو وربح. نعم. ريفينيو دخل جاله كبير وربح اتحقق منه. عندي بعض الانشطه والقصص الجيده جدا الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه، خصوصا للشركات الصغيره والمتوسطه واللي بتعمل في مجالات مختلفه ومتنوعه. وعلى سبيل المثال الحصر، يعني بعض المؤسسات اللي بتعمل في تحفيظ القران الكريم. يعني في مؤسسه بتحفظ القران الكريم اولا لغير الناطقين بالعربيه، ففي صعوبه كبيره جدا جدا، وبتساعد بعض الناس اللي يحافظوا على حفظ هذا الكتاب الكريم العظيم، وبتقدم الخدمه دي عبر الانترنت. ودي ما كانش عندها طلاب، وكانت بتواجه تحدي كبير جدا. كانت بتعمل خدمات كتير جدا مجانيه زي خدمه التقييم لوضعك الحالي، هل انت حافظ كام سوره، حافظ كام ايه، بتقدر تجود، بتقدر تقرا بشكل الصحيح ولا لا. وكانوا بيعملوا الكلام ده مجانا. النهارده كانت هي بادئه من المملكه العربيه السعوديه، هي النهارده موجوده في 6 دول، منهم دول بره خالص، ابرود خالص. يعني في معانا طلبه من كندا. المؤسسه بقى عندها شغل كبير، وبقى عندها عملاء من مختلف الدول. وده انا شايف ان دي انا يعني الحمد لله من نقط النجاح الجيده اللي الواحد عملها. قد تكون اجر في الاخره افضل من الدنيا، يعني حاجه جميله. ما شاء الله يعني ما شاء الله. دي من اجمل المحطات اللي بحبها، وبحس ان انا عملت فرق استفيد بيه ويستفيد بيه اخرين. في محطات حضرتك حسيت بتحدي كبير، خفت قبل ما تدخل البروجكت او انك تساعد المؤسسة، حسيت انك داخل على يعني حاجة هيبقى فيها تحدي قوي؟ كل مشروع بتدخله هو بالنسبه لك تشالنج، نيو تشالنج. بس في مشاريع بيبقى ليها خصوصية، يعني شوية ساعات واحنا داخلين بنبقى ايه، مقلقين. احيانا يعني هو النقطه الفارقه في الحته دي هي الاندرستاندينج بتاع الكاستمر. هل العميل فاهم اللي هيتقدم له من الخدمات؟ هل العميل عامل فاليو للي انت بتقدمه له ده وفاهم الفاليو دي فعلا؟ وده اكبر تحدي. ساعات الواحد بينسحب في بعض الاحيان لما تكون المؤسسه ما هياش كابابل انف للي احنا هنعمله،
او مش على نفس الليفل من اللي احنا عايزين نعمله. مش فاهم احنا هنعمل ايه. هو انت ايه اللي هيحصل، او برضو هيبقى هو نفسه العائق، بالظبط، هيبقى هو نفسه الازمه اللي انت مش عارف تحلها. احنا جايين نساعد بعض، مش جايين نستراجل. احنا عايزين نكافح في الماركت، مش نكافح قدام بعض. فالفكره لو العميل بتاعنا ايا كان نشاطه مش مؤمن ايمان تام بان احنا بنتعاون علشان نأدي نجاح مزدوج، ده بحس انه تحدي كبير جدا جدا. وعشان كده ساعات بنسحب، وساعات بعض زملائي يعني في الشركه يقولوا لي ايه يا دكتور، ما احنا خلاص اشتغلنا، ده مصلحه، ده عقد كويس جدا. ده العميل كذا، ما هو العميل ده هنتعب معاه مش هنكون سعداء. فاحنا عايزين نعمل حاجه لحد هيفاليو الحاجه دي، وعارف هي هتعمل انعكاس، وعنده 3 عناصر اساسيه في النجاح انا بسميهم تريانجل اوف باور. حلو قوي، اللي هم الرغبه والقدره والاراده. لا يمكن لمؤسسه او عميل او شركه تنجح الا بالثلاث عناصر دول متشابكين ومتكاتفين مع بعض. اول عنصر كلنا عندنا رغبه، كله عايز يكبر وينجح ويكسب، عظيم. الرغبه دي بقى مرتبطه بعنصرين تانيين، ارجوك ما تاخدش بالك منهم، لا خد بالك منهم وركز فيهم. العميل ما بياخدش باله منهم، يبقى عنده الرغبه وبعدين يجي القدره، ما عندوش امكانياته انه يحقق النجاح. لا امكانيات ماليه ولا موارد بشريه ولا مكانيه ولا وقتيه، عايز يكسب بكره. ده هو ربنا خلق الكوكب تكون في 6 أيام عشان يعلمنا جزء من الصبر. فمفاهيم مختلطه ومختله، لازم واجب علينا طبعا ان احنا نحاول نوحد الثقافه بيننا وبين العميل. فبقول له عندك رغبه، تمام. عندك قدره ماليه بشريه مكانيه وقتيه، طب تمام. اخر عنصر واهم عنصر هو الاراده، لان ساعات بنشرع في البدايات وبعد 2 3 اصل ما طلعتش اصل انا كنت مستني البترول يخرج بسرعه جدا. ما مش هيخرج بترول بسرعه، لازم نحفر كويس ولازم ننقب ولازم نعمل عمليات من الجهد والديجنج اللي بيسموه حفر. بقى في مثابره، بالظبط، مثابره واجتهاد وتركيز واصرار على الهدف. ما حدش هيوصل لهدفه. النجاح مش سهل خالص. اللي يقول لك النجاح انا نجحت وجات كده اكيد ده مش نجاح، مزيف. طب الشغل مع المصريين مختلف عن الشغل مع الخليج؟ يعني حضرتك اشتغلت في دول كتير، انا عارف ده كويس، والحمد لله حققت نجاحات مع كتير من المؤسسات. هل طبيعة الشغل في مصر او مع المصريين او الشركات المصرية مختلف عن دول الخليج؟ وايه اللي بيحتاجه السوق المصري مش موجود زي ما موجود في سوق الخليج؟ هو يعني الحتة دي برضو حتة مهمة. مش عايز اقول كلام من فلسفي بوينت اوف فيو، هقول كلام من التجربة، من البراكتيكال بوينت اوف ايوه فيو. طبعا. هو طبعا ما فيش التعميم جهل، ما فيش كل لكن في بعض في بعض الدول، بعض العملاء من الجنسيات المختلفة اللي بنتعامل معاها في مجلس التعاون الخليجي او دول الوطن العربي، بنجد فهم وادراك مرتفع جدا جدا اهمية الدور اللي حضرتك بتعمله. ايه اللي هنعمله، هو يعني ايه اعمل ستراكشرنج او اعمل ري انجينيرنج للهيكل الاداري، واعمل لكل وظيفه عمليه من الجوب اناليسيس بتاعها وديب اناليسيس للعمليات دي، واطلع الوظائف بقى الاساسيه والداعمه والتعاونيه. ايه الحكايه دي؟ ده حد فاهم، حد بيبقى فاهم جدا ويبقى مؤمن بالحكايه دي ويبقى عايز يعملها. اخواننا في الخليج عندهم مهتمين جدا والتحول اللي بيحصل في العالم من الديجيتاليزيشن، فاينانشال انكلوجن، الشمول المالي والرقمنه، العمليات بتاعت الاي اي ابلكيشنز، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الجلوباليزيشن اللي بيحصل ان العالم كله بقى اقتصاد واحد، حاجه واحده. عمله تؤثر في دوله يتاثر اقتصاد دوله اخرى. حرب تحدث بين روسيا واوكرانيا تؤثر على الشرق الاوسط اكيد. فدي كلها معايير بتخلي الناس ثقافتها ترتفع. بس لسه ما زال هناك التحدي الأكبر، وهو فهم وإدراك إن البيزنس بتاعك إذا نجح فده اختبار، أرجوك انجح فيه، وقف ذاكر، قول حتى أنا نجحت ليه، اعرف اللي داخل لك إزاي. والنجاح ده مش نهاية المطاف، ده النجاح هو بداية حصولك على تذكرة نادي العظماء. عشان تكمل في النادي ادفع الاشتراك، الوقت والجهد والتركيز والتفكير في البيزنس بتاعك، وانك ما تبخلش باي حاجه عليه. يعني انت بنجد شركات ومؤسسات كبيره جدا يقول لك لا انا التسويق ما اصرفش على التسويق، انا التدريب ما اصرفش على التدريب. ازاي؟ ما هي ماشيه اهي، ما هي كويس وارباحها والحمد لله الدرج مليان فلوس. هي دي الفكره يعني القميئه وهل فعلا ممكن يبقى الدرج مليان فلوس والشركه بتخسر؟ ده انا هقول لحضرتك بقى سر، هو مش سر. نصف المجتمع بتاع الأعمال
لا يعرف اصلا هو بروفيتبل ولا لا. وده بنعرفه منين؟ لما بنعمل B&L ونبدا نحلل الدخل والتكاليف ونعمل قائمه دخل ونفك بقى عناصر الربح وعناصر التكلفه، والبروفيت لوسز شيت ده بيطلع لك شويه حاجات ما تبقاش واخد بالك منها. بيطلع خسران في الاخر. هو مش عارف اصلا، لما يحلل ويقول لك لا انا مش ممكن، ده انا وضعي كويس جدا. لا مش كويس، حضرتك كنت ممكن تكسب. حتى لو تكسب مش هنقول انك حد بريك ايفن او محقق لوسز، لان هتبان. طب لو هو مش بس محقق، في فرص لارباح اكبر بكتير ضايعه بسبب ان انا مش فاهم الدنيا بتودي منين على فين. حضرتك قعدت تعمل نجاح في 4 سنوات عمره الافتراضي سنة، ففي 3 سنين ضاعوا من عمرك فين؟ في وهم اللي انت بتقول انا ماشي صح، من غير ما حد يقولك. في حاجه اسمها بيزنس ميرور، لازم يكون معاك عين خارجيه، اوتسايد اي كونسبت، حد يبص يقول لك ده صح ومظبوط او ده فيه شويه انحراف عن العالم. لان زي ما احنا بنقول، ايه المعايير وايه المقاييس؟ مقاييس عالميه. النهارده كل حاجه اسمها في حاجه اسمها متوسط الصناعه. ايه متوسط الصناعه ده؟ لو مدرسه على سبيل المثال فيها كام فصل تعليمي، فيها كام طالب، يغطيهم كام مدرس، قست الحاجات دي ولا شغاله بالضغط، شغاله كده بالبركه، بقوه الدفع بالبركه كده؟ لا، لازم تقيسها. عدد الطلاب قد ايه، نسبه استيعاب قد ايه، كاباسيتي جوه فصل شكله ايه. طب لو ده ديجيتال تختلف، لازم تقيس له. لازم. طب هل المعايير دي موجوده معاك ولا هتجرب؟ لا، ما نجيبها. في ستاندردز موجوده ناخدها، نشوف ايه المعايير، كام عدد الطلاب في الفصل الواحد، يغطيهم كام مدرس، بكام منهج، وياخدوا وقت قد ايه، سواء السيشن او الترم او المده الزمنيه اللي هيتعلموا فيها، وازاي تقيس استيعابهم. الكويزز بقى والاكسرسايزز الحاجات دي احنا ما بنخترعش العجله، الحاجات دي موجوده. قد تطبق في بعض المؤسسات على اعلى معايير الجوده، وفي اخرى ما دام هي ماشيه سيبها تمشي. انت بقى ارجوك ما تقفش تسيبها ماشيه، لان زي ما بنقول ده اختبار انك تعيد النظر في كل العمليات اللي بتمارسها. واحنا بنقول ما تقولش انا مؤسسه تعليميه مش محتاج، لا، محتاج اداره، محتاج موارد بشريه، محتاج خطه تسويقيه محترفه ومحترمه، محتاج فريق خدمه عملاء يدعمك ويساعدك. ما عندكش، ارجوك في حاجه اسمها الاوت سورس. مش لازم تعينهم طول السنه وطول العمر ويبقوا على كاهلك. حاجات كتير جدا جدا ممكن تتعاون مع شركات اخرى. وميزه المؤسسات التعليميه احنا بنقول، هم بيقولوا انها سيزونال، انا بقول التعليم نون سيزونال بيزنس طول السنه. الله ينور على حضرتك. بالذات في يعني سيبك من المدارس، ممكن المدارس بيبقى عنده اجازه صيفيه، لكن دلوقتي الاكاديميات كل التعليم نون ستوب. والنهارده ثبت بكل التجارب المحيطه بينا ان الثروه الحقيقيه هي النوليدج. اكيد اللي عارف هو القوي. نوليدج از باور. ما دام عندك معرفه هيبقى عندك فرصه وظيفيه جيده، عندك دخل محترم. ما توفقتش في فرصه عمل في وطنك، سوف يبحث عنك وطن اخر انك تغطي احتياج لخدمه او فكره او سلعه كانت انت ماهر فيها. دخلتنا على طول في التعليم برضو. تمام كده. او ده جميل. لا طبعا جميل. وده مجالنا والحاجه اللي احنا مهتمين بيها. خلاص بقى احنا نروح للنقطه الاساسيه اللي دايما حضرتك بتسحبنا ليها، المدارس والمؤسسات التعليميه والاكاديميات المختلفه. احنا شفنا، وانا عارف ان حضرتك اشتغلت مع كتير من الاكاديميات والمدارس وساعدتهم ان هم يطوروا اعمالهم. بنلاحظ ان في كتير اكاديميات بتطلع وتبدا وتبتدي تعمل دعايه او تظهر وبعدين تقفل. كتير يعني اعداد غير عاديه. ناس كتير بتبقى عندها الرغبه انها تدخل في المجال دوت وبتوقف. واكاديميات تانية ما شاء الله بتطلع بسرعه الصاروخ. اكيد في سر، في معادله كيمياء معينه للنجاح. احنا بنتكلم دلوقتي بشكل واضح في المجال التعليمي. ايه المعادله النجاح؟ اي اكاديميه او مؤسسه تعليميه، مركز تدريب هيشتغل، وخاصه لو هيشتغل اونلاين، السر فين؟ هو طبعا هي مجموعه عناصر اساسيه، يعني عايزين ما نغفلش عنصر منهم. حلو قوي. اول عنصر هو التمويل. هل انت وانت بتاسس مشروعك التعليمي ده عملت خطه تمويليه للمشروع فيها الميزانيات بتاعت كل حاجه منهم، ولا اهتميت بالمنهج وفقط، بالمدرس وفقط، بالتسويق وفقط؟ ما احنا هنشتغل وبعدين تبقى يجي التمويل. وساعات بقى هو ده اللي بيحصل بقى، الكولابس او الانهيار. ليه الشركات الصغيره والمتوسطه او المؤسسات التعليميه الناشئه بتنهار في الترم او الموسم الثالث ليها او السنه الثالثه؟ ده احنا كنا اول سنه تمام والدنيا مشيت وتاني. ليه؟ لان انا النهارده اغفلت عنصر اداره التمويل بتاعي. ده اول جزء.
وما قسمتوش بالشكل الصحيح. يعني حضرتك بتطلعنا من مجرد ان انا اوفر التمويل ان انا ادير التمويل. بالظبط. ما انا النهارده ممكن يكون التمويل ده سيلف فاينانسنج، انا عندي اصول ماليه بعتها واسست المشروع، ماشي. او انا معايا ثيرد بارتي شركاء خارجيين هيساعدوني، او انا عملت فيزيبيليتي ستادي وبنك اداني التمويل. كل العناصر دي خلصناها وفتحنا واشتغلنا. طب بعد كده هتدير بقى العوائد دي ازاي، وهتنفقها في اي المسارات، لان التسويق لازم يكون له دور وله حصه. والاكريديتد، هل انت معتمد ولا مش معتمد، ومعتمد منين، وتكلفه الاعتماد ده كام. الكراكلمز اللي هتدرسها، هل عندك اكفاء يدرسوها عشان توصل لاذهان الطلاب ويحصل العمليه بتاعه التوازن ولا لا. الكونسيستنسي، الاستمراريه في ضبط الجداول. انت بتضبط جدول المدرسه، اضبط جدول الاداره. مش جدول المدرسه وجدول الحصص هو اللي بيتم ضبطه فقط، جدول الانفاق، جدول التشغيل، جدول المورد البشري اللي معاك، ازاي هتديره وتحط مين فين يعمل العمليه دي. ممكن يكون مكتوب ولكن غير مطبق. انتوا عندكم هيكل تنظيمي، عندنا. انتوا عندكم SOP، عندنا. طب فين هو على الورق. الكتاب؟ طب انتوا عملتوا منه؟ لا. انتوا عندكم احلام، مش عندكم كذا. لازم يكون عندنا عمليات مطبقه. ما فائده ان نكتب كل شيء ولا نقوم بتنفيذه؟ كتبنا كل شيء مع بعض، قلنا عندنا اداره، عندنا هيكل عمليات، عندنا هيكل مالي له شكل وله مصادر اللي بنقول عليها مصادر الدخل ومسارات الانفاق. انت كسبت كويس، انفقهم ازاي او على إيه؟ ممكن اضيعهم. بالظبط. انت عايزك تنمو، فلازم راس المال يعاد استثماره في ال5 سنوات الاولى مش ال3، عشان تبقى الكيان بتاعك كبزنس، بتكلم من منظور راسخ، ثابت ومستقر وامن، له حاجته وله فريقه وله الناس المؤمنين بيه وله كل الشكل بتاعه اللي بنسميه CI. ما اخدش الفلوس يعني واروح افتح مؤسسه تانية، المكسب اللي كسبته افتح بيه اكاديميه تانية، او مش الوقت المناسب ده. هعظم الربح كده دايما. ما هو ممكن تعظم الربح بس تهد كيان كان قد يجر هو القاطره بتاعت كل، يكون هو القاطره الاساسيه. هتعرف منين غير لما تديله حقه ياخد وضعه ويستقر ويستديم. دايما انا بقول القرارات لا تؤخذ كده بمجرد النظر، لا. في قاعده اسمها اكت في البيزنس لازم نستخدمها. اكت اللي هي ACT. اكت يعني ادي او يمثل. ACT اول عنصر لازم نعمل انالايز، حلل النجاح ده جه منين، مركز الربحيه بتاعي في اي فئه، في اي مرحله تعليميه، في اي ماده دراسيه، في اي منهج، في اي اعتماد، شوفوا فين ده الكور اوف بروفيت. كده عملت انالايز. تاني حرف سي، considered options. ما هي الاختيارات الاعتباريه اللي بنسميه وات اف اناليسيز. ماذا لو وقفت التسويق؟ مش هيجي عملاء، مش هيجي طلبه جدد. ماذا لو خدمه العملاء ضعيفه؟ العملاء الحاليين هيمشوا. ماذا لو عملته ده؟ لازم مهم جدا. بعد ايه سي، بعدين تي تيك ان اكشن. خد قرار بعد ما شفت دول، بعد ما فهمت عرفت ده لو عملنا كذا هيحصل كذا، ولو عملنا كذا هيترتب عليه كذا. دي مهام اساسيه. انت ما تاخدش القرار بالعاطفه. احنا بنقول دايما العاطفه جزء، واحنا مش آلات، احنا بشر، هيومن فليش، لحم ودم، وهنفضل كذلك. ولكن في حاجه اسمها ارثماتيك ولوجيك، حساب ومنطق، يكون ليهم المعيار الاكبر، وخلي العاطفه تاخد الايه النسبه الاصغر. دايما يقولوا اذا دخل العقل في موضوع مقدما استمر واستدام، واذا دخل القلب مقدما في خلل انه ممكن يستديم. ممكن العلاقات الانسانيه التوازن بين الاثنين يبقى أساسي، ممتاز جدا، اساسي. بس في البيزنس احنا بنقول دايما قلل العواطف واعمل كثره للعمليات والتحاليل المنطقيه والرياضيه اللي تاكد لك انت ماشي على المسار الصحيح. زي ما بنقول تكلفه العميل الارقام ما إيه؟ بتكذبش. بالظبط. تكلفه العميل كام، تكلفه المدرس الكويس كام، ما دي تكلفه، ودي اسمها ايه كوست إليمنتس. لو عرفت تحسبها كويس وتجيب ناس اكفاء هتعرف تسعر منتجك كويس، اللي هو الاشتراك الشهري او السنوي او تكلفه الدراسه الترم على قد القيمه والفاليو اللي انت بتقدمها بالزبط. هتقدر تسعر بطريقه كويسه. وبعد البريك ايفن كلنا بننجح. اذا احد المؤسسات وصل الى جوده مرتفعه وبريك ايفن، هو لا محاله هيحقق ربح. بريك ايفن هو نقطه التعادل، اجمالي الدخل يساوي اجمالي الانفاق. لا بنكسب ولا بنخسر. مش حاجه وحشه دي طول ما انت جودتك مالها. ده حلم لبعض الاماكن انها تحققه مثلا. يعني احنا بنقول لو وصلنا له ده نقطه الامان تبدا تنطلق منها للربح، بس توصل له وانت محقق معايير الجوده الاحترافيه. يعني عندك محتوى جيد جدا بتقدمه بشكل صحيح، وعندك اكفاء يقدروا يقدموه،
وكل ده جوه منظومه اسمها منظومه تعليميه. المنظومه التعليميه مش مدرس وطالب فقط، مدرس وطالب وتيرمينالز بنشتغل عليها اجهزه، ووسط الكتروني الفضاء اللي بنستخدمه، وتولز ادوات لو انا فيزيكال او ديجيتال. حضرتك كنت بتقول لي كده كان اول حاجه التمويل واداره التمويل. ايوه صح كده، دي النقطه دي النقطه السيرتن بوينت الاساسيه. آه. النقطه الثانيه، بقى انك تبني هيكل اداري يفصل ملكيتك عن ادارتك. ان انا الاونر اه ابقى فيه بقى ادارات خطر ومعايا ده كلام خطر يخوف جدا. لا طب انا عايز ادير بنفسي. ما هو انا عاوز افضل انا اكتر واحد فاهم في الايه، فاهم في الايه منه. ايوه فاهم كله، فاهم شغلي ده، انا عارف اكاديميتي ولا مدرستي وانا عارف كل حاجه فيها. لا صعب لولا دفع الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض. وربنا سبحانه وتعالى حبى كل شخص بموهبه ومهاره علشان تتدافع الناس فتعيش الارض. فحضرتك مش عارف كل حاجه. لو انت شاطر وموهوب ومثقف وغني وجميل روح الجنه، ما تكملش معانا بقى عندك كل الحاجات اهو. لا، هتكون غني وشاطر بس محتاج موهبه معينه تساعدك. هتكون قوي بس مش ذكي، محتاج حد عنده ماتش سمارتر يساعدك اكتر. هتكون مؤهل ماليا بس علميا محتاج ناس تدعمك. هي دي الحياه، ودي سنه الله في خلقه. لازم نتكامل. الحياه تكامل وليس التفاضل. ليس شخص افضل من الاخر، ولكن شخص يكمل الاخر في مهمه. وده سر نجاح المنظمات كلها، مش التعليميه فقط، كل منظمات الاعمال. انا بعتبر اي كيان حتى الاسره دي منظمه اعمال. كل واحد له دوره، له دور فيها، والدور ده له اهميه كبيره جدا جدا لا تقل عن عن الآخرين. الاخر. لكن كلنا بنتكاتف ونتعاون ما دام عندنا وجهه واحده وهدف واحد اسمه ايه؟ الاستقرار، النمو. بشكل عملي صاحب المدرسه او الاكاديميه يعمل ايه في النقطه دي؟ لازم يعني انا بقول طبعا هي مش ترنكي طبعا. طبعا. اللي متعود على ان هو يكون وان مان شو. انا كنت بقول دايما في المجلس التعاون الخليجي وان مان شو مجرد عطر يا جماعه، عطر واتلغى. كان ما فيش في عطر زمان قديم كده اسمه وان مان شو. لا كنت بحبه جدا. فاحنا بنقول لهم لا، مفيش حاجه اسمها وان مان شو دلوقتي هي ورك جروب. والورك جروب دي بنسميها احنا الورك فورس، قوه العمل. قوه العمل فين؟ انك تكون تيم بلاير، تعرف تلعب وسط فريق. اللعبه بتاعه الاداره هي لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. القياده كلام جميل جدا وبنقوله وبنشرحه وبنقول الليدرشيب دي موضوع عظيم، ولكن الليدرشيب تنبع منين؟ من اداره رشيده عندها معلومات حقيقيه على الارض، مش معلومات شبه صح، لا معلومات صح تم جمعها بشكل موضوعي ما فيهوش عواطف، في افكار وفي معايير علميه عشان تاخد قرارات صحيحه. يعني افهم من كلام حضرتك ان ممكن يكون من ضمن اسباب فشل مؤسسه ما رغبه صاحب المؤسسه او الاونر ان هو يبقى هو المدير واللي بيتدخل في كل التفاصيل. ده من احد الاسباب الرئيسيه في التراجع وعدم النمو المستمر. نعم. يعني ممكن ننمو، ممكن ينجح في البدايه وممكن ينجح نجاح صارخ، بس النجاح ده ما فيهوش استدامه. قعدت 10 سنين بقى اقعد لوحدي، كفايه كده، كويس. اقف بقى احمد ربنا وابدا استعين بناس تخلي النجاح ده مضروب في 4 مضروب في 5. ينفع طبيب يشتغل بتاع اسنان يعالج مريض بطنه؟ عنده الم في بطنه، ما ينفعش اسنان حاجه ده التخصص ربنا خلقها. سبيشاليتي از جيم، هي اللعبه انك تجيب ناس بتوع تسويق، ناس بتوع خدمه عملاء، ناس بتوع مبيعات، ناس بتوع علاقات عملاء، ناس بتوع بي ار، تعمل براندنج ورينوفيشن حتى احيانا بتضطر تجيب اكاديميك مانجر للمؤسسه بتاعتك غيرك، يبقى انت ذهنك مصروف شويه للاداره العليا لمجلس الاداره، انت بتتابع التيمز المختلفه، فمش هتقدر تأدي كويس جدا كاكاديميك مانجر، فمحتاج تجيب ده. انا بقول ده وانا مؤمن جدا بان التغيير ده في مقاومه جباره اسمها ريزيستنس اوف تشينج. اتس نورمال هيومن رياكشن. كلنا بنرفض ما ايه هو جديد. الانسان اسير تجربته، وانا اسير تجربتي ان انا كنت انا اللي طول عمري بعمل الحكايه ماشي. بس بقول لك خدهاش تردكي، هي مش مفتاح هتدوره ويمشي، لا انت هتاخدها مراحل بارشيال. في اجزاء انت مش لازم تشغل وقتك بيها، هات متخصصين يخلصوا، اعمل لهم الاختبارات اللازمه، وكلهم واعمل رقابه على هذه الوكاله ان هم يقوموا بالاعمال دي بشكل تحت اشرافك المركز، وجرادولي ابدا سيب، ساعتها تقدر تتوسع.
هتقدر تخطط تخطيط استراتيجي طويل الامد. ليه الناس نظرتك عايشة هتبقى اشمل واوسع، اسمها بدل شبكة. ما انت حاشر نفسك في التفاصيل اليوميه والاجزاء البسيطه اللي بتاخد وقتك ومجهودك. بعض المؤسسات الضخمه بيتدخل مين جه ومين ما جاش، وجبتوا النهارده نوع الشاي ايه والمناديل ايه انا شفت حد في مؤسسه ضخمه جدا بيراجع المرتبات بنفسه، جنيه جنيه، ما هو وخصومات الايام وعنده فريق اتش ار كبير وكل حاجه، بس لازم اشوف بنفسي الفلوس اللي طالعه دي طالعه ازاي. ده احنا بنشوف حاجات قاتله في مصانع بيزيد عدد العاملين فيها عن 1000 شخص، وحد يبقى متمسك جدا جدا بان هو يبص على الحاجات دي بنفسه ويراجعها ورقه ورقه، وانت هتقعد فيهم 3 ايام. حتى لو انت عندك تركيز جبار هتتعب وهتخطئ، ومش تخصصك. انت جايب اداره وجايب مكنه بصمه وجايب ايا ما يكون، وحاطط كي بي اي سيستم وعامل كلام مش فيش داعي بقى ما تعملوش. زي اللي يجيب محاسب ويقعد يراجع وراه جايبه ليه؟ ويجيب مدير تسويق يقول له اوعى تنزل الاعلان غير لما تقول لي اراجع كونتنت بنفسي كلمه الاعلان الله يخليك ابعته لي كذا اشوفه كذا. صحيح. يقعد الاعلان 3 ايام عنده ما ينزلش حقيقه تخلص الحمله والحمد لله الاعلان طيب دي كده العوامل النجاح. ايه المشاكل المهمه اللي بتواجه اصحاب الاكاديميات والمدارس؟ مشاكل بقى سواء يعني خارجيه او داخليه، وبتعطلهم عن الوصول للنجاح ده. هقول لحضرتك حاجه، قلت جزئيه جميله جدا internally واكسترنالي. انا جوه المنظمه مهم جدا يكون عندي زي ما اتفقنا اللي اتكلمنا فيه اداره تمويل والتمويل بيدار صح، وفريق التسويق شغال على طول السنه. التسويق مش موسمي. نعم. التسويق ده المؤسسات العالميه بيبسي وكوكا كولا ما بتبطلش ومش محتاج دعايه. حد مش عارفهم؟ لا طبعا. ليه؟ طب بيعملوا بيل بورد بثمن 200,000 جنيه يحطوها في الشهر في ممر، لازم يفضل دايما توب اوف مايند عشان ما يتنسيش في الصوره. طبعا كل يوم بيطلع منافس، والعاطفه تفضل موجوده دايما. انت اخو الناس بتشتري بالعقل ولا بالعاطفه؟ بالعاطفه. حتى كل المنتجات بالعاطفه. العاطفه الاول وبعدين العقل يجي وراها. انا منطق العاطفه. طب الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه بعد اداره التمويل وده، والجزء اللي قلنا الداخلي وكذا، الجزء الخارجي الصراع في كوكب الارض على العميل. طبعا منافسين بقى بالعاميه، الخناقه على الايه؟ العميل. انا طالب، ابني مثلا طالب عايز يدخل جامعه يتعلم فيها تعليم اكاديمي على مستوى تعليم مرتفع، زي مثلا الاي يو سي او الجي يو سي او البي يو اي او الجامعات الاجنبيه اللي موجوده في مصر كلها، الجامعه الالمانيه والجامعه الفرنسيه والجامعه الامريكيه وكذا. هو عايز يختار في كنديان دلوقتي وكذا. كل دول على فكره اسعارهم قريبه من بعض، وبيقدموا كراكلمز او كليات طب اسنان هنا وطب اسنان هنا، فروع مش كده، حاجات بسيطه. صحيح. وكلهم شاطرين وكلهم ممتازين، كلهم جامدين وكلهم معتمدين. مين ازاي؟ مين منهم هياخد الولد؟ اللي قدر يعمل برامج تسويقيه محترفه، اللي قدر يتواصل مع العميل بشكل احترافي، اللي قدر يعمل له هاندلنج للاوبجكشنز، اللي قدر يقدم برنامج دفع مميز. ما هو انا برضو ممكن يكون سعري عالي بس عندي فاسيلتي اوف بيمنت حلوه. مين هيقول لك الكلام ده؟ انت كصاحب مؤسسه انت شايف منتجك احلى منتج، كله شايف كده، وشايف انك انت هو احلى، منتجك حلو وكل حاجه مميز او خدمتك مميزه، هايل. طب لا، انت لازم عين خارجيه زي ما قلنا يقول لحضرتك السوق فيه بكذا وفي كذا، ويقول لك واي كوز وات هو غالي، وكوز وات انت سعرك يكون افوردبل او مش افوردبل للناس. دي اسمها البنش مارك ستادي، مهمه. ما تعملهاش بنفسك، اعملها بنفسك وهات شركه تعملها معاك. ما بقولكش ما تعملهاش. ممكن يبقى عندك تيم محترفين قدرت تهيرهم ويبقوا شغالين معاك بيقوموا بالدور دوت، يبقى حاجه كويسه. مش موجود وما قدرتش توصل لخبرات، في ناس بتقدم. في نصيحه عايز اقولها في الحته دي. اوعى تحاول تمتلك كل العناصر بتاعت القوه، ما تمتلكش. العالم كله جو ليث يعني ايه؟ رايح لناحيه ان انا رنت، اركز في الخدمه، اجر الخدمه واجر. انا ليه انا اخدها طول الوقت انا وادفع ثمنها واحطها على عاتقي وانا محتاجها مره في السنه، مرتين، 5 مرات؟ طب ليه تاخدها 12؟ فالفكره انك انت دلوقتي تو اوت سورس كل الاكتيفيتيز اللي انت مش قادر تعين لها فريق يبقى اون بورد، تعمل لها اوت سورسنج ببيوت خبره، وبيوت الخبره موجوده كتير قوي شغاله. اعمل سيرش، هو ده اللي هتتعب فيه، بس انك تعمل سيرش وتختار واحده وغيرها كل سنتين عشان تجدد، تاخد خبرات مختلفه، افكار جديده وناس جديده، وبيقولوا ايه زي ما احنا بنقول الحته بتاعه الماركتنج او بتاعه العمليه بتاعه الاكوزيشن على الكاستمر دي بتختلف مدارس. في عميل مهتم بالسعر، عميل مهتم بالجوده، عميل مهتم بالعلامه التجاريه، فمختلفين. غير انت طيب عشان تواكب. لو هنخش على جزئيه التسويق، الماركتنج للمؤسسات التعليميه،
ماشي، احنا عارفين اهميه التسويق والماركتينج مهم جدا. نبدا ازاي، او ايه اللي محتاجين نعمله؟ هل فعلا محتاجين نجيب شركه تسويق، ولا نعين تيم داخلي يمسك الموضوع؟ ميزانيه التسويق دي بتتحسب وانا بخطط، ولا بعدين بنشوف؟ يعني الماركتينج للمؤسسات التعليميه اسرار النجاح فيه عامله ازاي، وخاصه احنا بنتكلم على الشغل الاونلاين؟ طيب انا السؤال ده ذكي جدا وسؤال عبقري الصراحه. يعني هي الفكره ان حضرتك عايز تشوف التصور اللي انا بعمله كصاحب مؤسسه تعليميه. هل اعين تيم عندي واعمل بقى عندي استوديو واعمل عندي كذا واجيب في ناس بقى بتفضل كده. ارت دايركتور وكريتيف دايركتور؟ طب هيعملوا الشغل بكام؟ ما ده الحته اللي احنا كنا فيها من دقيقه بنفكر احنا مع بعض بصوت عالي. خلاص، انا النهارده عشان اعمل كوست زي دي، ان انا اسس هذه المنظومه، والماركتنج منظومه النهارده، ومنظومه كبيره ومنظومه مكلفه، لازم يكون عندي الحاجات اللي هتستوعبها على الاقل. يعني عشان اجيب الايه اللي احنا بنسميه ايه، كوست بنفيت اناليسيس، القيمه والعائد. اقدر ادفع لهم الله ينور على المرتبات. حضرتك. القيمه والعائد، انا جبت معدات والات وفريق وكذا، طب هو بيجيب لي عائد قد ايه؟ انت عارف؟ ما تقدرش تعرف. طب احسب كده هتلاقيه يخسرك. فالاوت سورس هي الجيم. الاوت سورس ليه؟ لان انا النهارده هوظف اون ديماند بنسميه احنا. عارف حضرتك نتفليكس لما بيكون في مسلسل او فيلم عاجبك في توقيت الساعه 2 بالليل بتعمل ايه؟ شغله، جيب الفيلم نفسه. نتفليكس يعني، بس ماشي. ابل تي في، ايوه طبعا. اي اي بي تي في، شغاله في اي وقت. اي بي تي في. نعم. هتجيبه وتوقفه عند نفس النقطه اللي انت عايزها وترجع له مره ثانيه، ما تحب تكمله او مش عايز تكمله او تشوفه. هو اون ديماند. البيزنس النهارده بقى اون ديماند. او دي بيزنس. يعني ايه اون ديماند؟ تحت الطلب. انت بتتعامل مع مؤسسه بتقدم لك مجموعه من الخدمات اللي انت محتاجها، اللي هي سيرتن انت محددها وعارفها، وكمان بتحدد سعرها وتكلفتها، وتعرف تقيس بقى البي اند ال بتاعها، وتعمل كوست بنفيت اناليسيس. فليه تخترع العجله وهي ايه موجوده اصلا؟ خلاص، انا النهارده بعمل خطه تسويقيه وهيبدا على طول فورا. احنا بنعمل استادي، بنبدا نحدد الاوبجيكتيف بتاعنا. عايز عدد طلاب زياده؟ عايز تحتفظ بالحاليين؟ مين اللي بيحدد ده، شركه الماركتينج ولا الاونر نفسه صاحب؟ احنا الاثنين مع بعض. احنا بنعمل مع بعض حاجه اسمها خطه تشغيليه. ايه الخطه التشغيليه دي؟ اكشن بلان. الخطوات اللي هنمشيها بيبقى فيها 3 عناصر. هتدخلنا في كل التفاصيل. ماشي. 3 عناصر اساسيه في اي خطه عمل. اول عنصر الرود ماب. حضرتك واقف فين؟ وعايز تروح في فين؟ اسكندريه. كويس جدا. عايز ترجع ارجع القاهره. طب هتركب ايه بقى يا فندم؟ قطار ولا معاك سيارتك الخاصه ولا هتحجز باص؟ قول لي المعايير. لو لا هركب بسيارتي. طب فيها وقود كافي؟ طب سليمه؟ الرود ماب. وبعدين ايه؟ الكوست. هتكلف كام؟ ما انت مش تقطع تذكره. طب لو العربيه هتفولها ايه؟ اكيد هتدفع بنزين. طب هي سليمه؟ ده الكوست. بعدين التايم لاين. هنبدا من امتى؟ نتحرك دلوقتي ولا بكره؟ عشان نوصل امتى؟ دول ال3 عناصر بتوع الاكشن بلان. ما ينفعش تحطهم لوحدك كاونر لانه يبقى احلام. لان انا هقول لك ايه كاونر؟ عايز اخد كل طلاب الكوكب الارض يدرسوا عندي. استهدف لي كل الناس. استهدف لي العالم الفهينه والعالم الفضائي. انا ببيع الخدمه دي كل الناس محتاجاها. ما ينفعش. فانت لازم ندرسها مع بعض. ده اول جزء. تاني جزء، واحنا بندرسها مع بعض بنحط مع بعض حاجه اسمها الارضيه المشتركه، الكومون جول، الهدف المشترك. احنا وحضرتك اتفقنا ومتاكدين من ان هدفنا ده فيه ال5 عناصر بتوع النجاح، اللي هو سمارت اوبجكتيف او سمارت جول، سبيسيفيك، ميجرابل، اتشيفابل، رياليستيك، تايم. دول موجودين، يبقى احنا بنفكر بالعقل. يبقى نشتغل بقى، نحط بقى الكلام ده على الامبلمنتيشن بلان، ينزل الاكسكيوشن، يشتغلوا بقى بتوع الكرييتيف وبتوع الكونتنت والناس تقعد تكتب وتطلع بقى. خلاص خدنا البريف، اشتغلنا خلاص، واحنا سمينا بالله وماشيين في الاتجاه الصحيح. احنا خدنا بالاسباب. النجاح وعدمه لن ياتي النجاح الا بجهد، وان الله لا يضيع اجر من احسن صحيح. ما دام عملا اترسمت الخطه من الاول صح احنا خدنا بالاسباب وموضوع النجاح وحطينا اهداف واقعيه. أيوة. واهداف يمكن تحقيقها فعلا ويمكن قياسها وقابله للقياس ومرتبطه بوقت. احنا مرتبطين ان الناس تحجز وتشترك قبل ما المدارس تبدا، ومحتاجين في ال3 مراحل التاليه لان عندنا عدد الفصول فيهم منخفض، فعايزين نزود عدد الفصول. عشان ايه؟ احنا بقى درسنا كل حاجه متحلله بقى. ما احنا خلاص، ما ينفعش النهارده. كان زمان يروح المريض يعملوا حاجه اسمها كلينيكال دايجنوزس، التشخيص الكلينيكي. في الم هنا، في شكه، الالم متكرر مساء ولا صباحا؟
مع الاكل ولا قبل الاكل؟ كل التفاصيل. الاسئله دي كانت معقده جدا وطويله جدا، وقد لا تصيب المرض، يعني قد لا تاتي التشخيص ده ما يوصلكش بعلاج لحقيقة ملائم المرض برضه. يشتبه. في 6 امراض ليهم نفس الاعراض، خد علاج غير ده. النهارده ايه اللي بيحصل؟ حاجه اسمها التحليل الكامل، بتحلل الدم، تعمل اشعه، تعمل سونار، خلاص؟ منظار. مش وتعمل عارف. تقارير بقى، تاخدها تقرا في ايه جوه بالظبط، ايه اللي جوه. بيبقى عارف يقينا المشكله فين بس يقول لك بالظبط. احنا عملنا كذا واسمها خد البرشامه دي خلصنا. مانجمنت باي اكسكلودنج. في الطب هو اسمه ايه؟ diagnosis باي اكسكلودنج، او التشخيص بحذف او استبعاد الحاجات ايه اللي انا مش جوه مش فيهاش كل الشروط. في البيزنس كده ما فيهوش كل الشروط ان انا اعمل حمله اعلانيه بالشكل ده او بالتكلفه دي. ليه؟ بيقول ايه التحليل؟ بيقول ان السوق المستهدفه دي ما فيهاش العملاء كذا، التسعير بتاعنا بره الماركت لانه اغلى من السوق بحوالي 30%، واحنا لسه جداد فما ينفعش ندخل. مين اللي قال؟ السونار والاشعه والتحليل قالوا. فيبقى خلاص ما ناخدش. كتير من المؤسسات التعليميه هنا في مصر بيبقى عنده رغبه ان هو يسوق الخدمه بتاعته بره مصر، وخاصه في مناطق الخليج او كده. برضو من خبره حضرتك، هو بيبقى محتاج ايه عشان انا اقدر اقنع يعني اودينس موجودين في بلد تانية مش نفس ثقافتي او مش نفس لهجتي وكلامي، ان هم يشتروا مني الخدمه؟ ايه الحاجات اللي هو محتاجها عشان يوصل للاودينس اللي هو بيتارجتهم بشكل صحيح وما يضيعش وقت وفلوس على الفاضي؟ هو اول حاجه طبعا لازم يكون في بيت خبره متخصص يعمل له عمليه التارجتنج، وهو لازم يحدد سيرتن بوينتس كده معينه، نقط محدده. انت هتتعلم لغه تركيه للغير الاتراك المقيمين على ارض تركيا يعني مثلا ده بالظبط مثلا وعندنا مثال حي في كذا شغالين في كنا لسه قريبا يعني. فلازم تحدد السيجمنت دي وتتفق مع البيت الخبره ده انه ازاي يستهدفهم لك. نمره 2، اول راوند هي اصعب راوند. اكيد. The first one is the hard one, the hardest actually. ولو عدت خلصت. انت ارجوك لو عدت تطلع منها حاجه اسمها تيستمونيال ماركتنج كامبين بفيزيكال ايفيدنس مرتبطه بتجارب العملاء السابقين. ايه اللي حصل لك في تجربتك في تعليم اللغه التركيه او الفرنسيه اللي انت كنت بدات مع معاها الاكاديميه دي؟ وخدت في وقت قد ايه، وايه الاوبستكلز اللي واجهتك معانا واحنا شغالين، وقولها ترانسبيرنسي. والله الوقت كان صعب شويه، كنتوا بتاخدوا وقت معايا في كذا، لا والله ده انتوا كنتوا ظراف جدا وفيري فليكسبل واديتوني جداول مرنه. لان ده على فكره احنا بنعمله ساعات كونسيشنير قبل ما نعمل بيه ماركتنج كامبين. بنبعت لكل العملاء 20 سؤال ونديك عليهم جايزه لو جاوبتهم، عشان ناخد من وقتك شويه حاجات فنديك جايزه. وانا باخد منهم ايه بقى؟ بيزنس ميرور من الاكشوال اكتيفيتي. سعركم غالي، قال لي كام طالب من 100 ان سعرنا غالي؟ 60. اعيد النظر في الحسابات، انا غلط، انا كده عندي حاجه غلط، اعيد النظر تاني. خلاص قال لي 10، لا مش مشكله، اعمل لهم برنامج، اشوف لهم أكيد. برنامج عشان ما أشوف لهم حل يعني. طب ايه ظروفكم؟ طب ليه كذا؟ طب مثلا في برنامج اقل شويه. الشركات العالميه بتعمل برامج علشان ما تخرجش بره السوق او تخرج بره المنافسه. بتعمل حاجه اسمها تقسيم المنافسه. يعني انا عندي منتج، عنده شرايح. الله ينور على حضرتك، عندي منتج بس مش عايز اغير الاسم، مش عايز اغير المنتج، هغير الاسم كله، هغير العلامه كلها. يعني هعمل علامه اسمها مرسيدس، ومرسيدس ما عندهاش حاجه مش اليت. ناخد تويوتا ماشي. بما اني اشتغلت في السيارات. تويوتا عندها حاجه اسمها لكزس. اكيد. الله ينور على حضرتك. انا عميل تويوتا، فانا عميل احتاج العربيه اللي اكثر عملانيه، اللي اكثر اكثر مبيعا، سهوله الصيانه، سعر عدد بيع مرتفع، كل الحاجات الحلوه. طب عايز عربيه لكجيريوس، ربنا كرمني وكذا، لكزس بقى تعالى كذا اشتغل. فيبقى انا عملت لك الايه. وعشان ما اقولش انها تويوتا بس الغاليه منها لاند كروزر جاب اسم جديد لا خالص. جبت لك حاجه تانية خالص اسمها لكزس باورد باي تويوتا، بس موضوع تاني. ما حدش هيقول بقى كده دي لكزس ودي تويوتا. ولا تويوتا اخوانا السعوديين الخليج يعني. انا بحب طبعا السيارات جدا، وهي في الاداره ما تختلفش عن اي حاجه احنا بنديرها اي مؤسسه، بل بالعكس هي بتخاطب كل العناصر اللي في الذهن بتاعه المشتري او متلقي الخدمه دي. مشاعره العاطفيه وفكره وراحته. يعني ممكن في بعض الاحيان تروح مكان عايز تقضي فيه يوم او تعمل فيه خدمه او كذا، المكان غالي فانت مضطر.
او سعره حلو وكويس بس بعيد، فجهد. صحيح. فدي العناصر اللي انت بتحسبها. السيارات فيها كل الحاجات دي، والتعليم ايضا. التعليم في نفس العنصر ده، التكلفه، الجهد والوقت اللي هبذله، والعلامات. زي ما قلنا في مؤسسات تعليميه ليها اسم براند. طبعا. طبعا. يعني هتجيب لي جامعه مثلا عالميه زي جامعه محليه؟ لا. هتجيب لي جامعه مثلا موجوده في 20 دوله زي موجوده في دولتين؟ لا. هتجيب لي اكريديتد التعليم. يقول لك انا واخد شهاده من البريتش كونسل، او يقول لك انا واخد شهاده من الجامعه الامريكيه. بالظبط. لا طبعا بتفرق كتير. حتى النهارده جورج واشنطن يونيفرسيتي، النهارده انا طالب وعايز اتخرج وانا في امريكا، بس عايز جورج واشنطن اصلا جامعه كذا. انجلاند عايز اوكسفورد، بلاش لانكستر، بلاش مش لا، عايز اللي هي الحاجات الكذا البريميوم وان. هي دي، ده عنصر من العناصر. ومع التكلفه طبعا اللي اقدر عليها انا اي كان افورد ولا لا، ومع الجهد اللي هبذله اقدر اتحمل الاعباء الصحيه والسفر والوقت بتاع ان انا اعمل كده. لا، في هنا بقى محليا. حلو بقى، خلينا ندخل في حته التكلفه. ايوه. من المشاكل المهمه اللي بتواجه كتير من الاكاديميات والمدارس تسعير الخدمات. تمام كده. في ناس بتسعر خدمات بسعر مبالغ، في ناس بتقول لك لا انا اقلل سعري عشان اقدر اوصل لاكبر عدد من الناس. ايه الميزان في الموضوع دوت؟ ازاي اقدر اسعر خدمتي بالذات لو بتكلم على مؤسسات تعليميه بشكل احس ان انا ربحت واستفدت، وفعلا الخدمه اللي بقدمها تساوي ده، وفي نفس الوقت ما اخسرش الجمهور؟ التسعير. بص، هو ده تحدي كبير جدا، وده سؤال عبقري. يعني انا تسعير المنتجات سهل جدا، انا عارف ايه المواد الخام، تكلفه التصنيع، كل الحاجات سهله. الخدمات صعبه، تسعيرها صعب، وان انا احط لها معايير مرتبطه بسعر السوق هو برضو امر اساسي، بس مش ملزم لازم طول احطه الوقت. في الاعتبار. احطه في الاعتبار بس مش طول الوقت. ما انا ممكن اكون بقدم جوده فائقه، بس هل السوق محتاجها؟ ما ده برضه سؤال تاني لازم نجاوب عليه. ففي شويه معايير واحنا بنسعر كده لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه تحليل السوق المستهدف، وتحليل المنافسين اللي جوه هذا السوق. اللي في نفس المجال. دول التو بارامترز اللي هيكونوا معايا، فيهم فاريبلز كتيره طبعا، لان في حد شبهي بالظبط احنا بنسميه ايه؟ دايركت كومبيتيتور، بيقدم نفس خدمتي ونفس منتجي بنفس طريقتي اودينس، ولنفس الاودينس، بس بايه؟ باسعار قد تبدو انها شبهي او اعلى او اقل بحاجات بسيطه. ده اسمه دايركت كومبيتيتور. ده مهم جدا بالنسبه لي ان انا ادرسه. ده اهم واحد اذاكره كويس جدا، لاني بذاكر نفسي وبعرف هو واخد مني. ما قارنش نفسي بالتوب بتوع الماركت ليدر او الناس اللي سابقاني بقى لها سنين طويله. دول مش دول بره، ادرسهم برضو. مهم. هقول لحضرتك يعني الثلاثه ليفلز. انا في ناس انا سراوندد بمنافسين حواليا في كل اتجاه. في منهم دايركت كومبيتيتور، وفي منهم بيلو، وفي اباف. ما ينفعش اجهل ولا اللي تحتي، لان اللي تحتي ده بيكافح بيستراجل وهيطلع وهيبقى جنبي كمان شويه، ولا اجهل اللي فوقي ده، لان انا حلم حياتي اطلع له. ما انا بجري عشان اوصل للحته اللي ابقى زيه، مش كده؟ ده الهدف بتاعي. ده اللي اسمه احنا بنسميه بنش مارك. لا، اسمه 360 اناليسيز للكومبيتيتور. بحلل وبعدين بحلل الماركت. هل عملائي انا ايه العناصر الجذب اللي تخليهم يجوا لي ما يجوش لي للاخر؟ حلو قوي. واعمل كوز وات منطقيه جدا. ليه يجوا لي؟ اجاوب على الاسئله دي ورقه وقلم بالظبط. وانا بقارن، الناس برضه عندها مشكله، انت قارن ابل تو ابل، سيم السيرفيس، الاكتيفيتيز، الكراكلمز، الاكريديتيشن، كل العناصر اليمنتس دي لازم هو بياخدها بباله وهو دارس. زي ما ابني كده بنتكلم عايز يروح جامعه اجنبيه، فحطهم كلهم على ورقه، دي تبع مين، دي تبع كذا، طب دي دوله اوروبيه ولا، يقعد يقيس العناصر. انت عملت التحليل ده كويس، ده جزء من الاكسرسايز، لسه الاكسرسايز ما خلصش. الجزء الثاني انت بقى تكلفه التشغيل، عشان ما تعملش ده وتقول ايه انا لازم اسعر بكذا، انا مجبر، فتتنازل عن اجزاء من الجوده او اجزاء من الخدمه. لا، انت وانت بتحلل عناصر التكلفه بتاعتك بتحلل الماركت ات سيم تايم، وتخرج بكونكلوجن بيقول ان انا تكلفه التشغيل بتاعتي هي كذا، وتكلفه السوق هي كذا، سعر السوق هو كذا. انا بقى عشان احقق بروفيت مارجن، ارجوك بقى في شويه ساكريفايزيشن لازم تعملها. ايوه، تصرف على الماركتنج كويس جداً. تبذل جهد في انك في المرحله الاولى ما تحققش جميع الارباح المنظوره او اللي انت كنت مخطط لها، عشان في حاجه اسمها تكلفه دخول السوق. انت جاي اخر واحد عايز تقعد قدام،
مفيش كراسي مشغوله. ما بتشغلش بال ناس كتير تكلفه دخول السوق دي لازم هو تدفعها. متخيل، ما هو فلان بيكسب اهو بارباحه كذا، بي ذا كوست اوف ماركت انت دفع في البدايه عشان يوصل لده. انت النهارده بتدخل ماركت جديد، الماركت قديم وانت جديد، ففي تحدي. الماركت الناس اللي فيه عارفه الخدمه وعارفه جودتها، والناس اللي سبقوك قاعدين. طب المرحله دي ممكن تبقى قد ايه يا دكتور وقتها؟ يعني من امتى اقول انا هحقق ارباح؟ احنا بنقول يعني سيزون دراسي بالنسبه للمؤسسات التعليميه، او 2 أو 3 راوند لو مؤسسات تدريبيه، ياكدوا لك انت على المسار الصحيح ولا لا، انت اسعارك ملائمه ولا لا، وراي الاودينس بتوعك مهم. وكمان جزء مهم تاني، ان الدراسه دي نون ستوب. ليه نون ستوب؟ ما انا عملتها مره خلاص بقى اشتغل. لا يا فندم، الاسعار كل شويه بيجرى لها ايه؟ لازم كل شويه اعمل نفس التحليل اللي احنا عملناه ده، عشان اعمل معاه بقى بروموشن، عشان اعمل معاه ديسكاونت بلان، عشان اعمل معاه اكوزيشن كوست اوف اكوزيشن. يعني الحته بتاعت الديسكاونت بلان دي في بعض الناس بتشتغل على العروض، تمام كده، جزء اساسي من شغلها العروض، وناس تانية تقول لك لا ما تعملش عروض، انا بسعر وسعري ده المناسب واقف عليه. انهي استراتيجيه فيهم الافضل؟ It depends on. انا النهارده لو انت ستيبل اللي معاك دول وراضيين بالنظام وقاعدين معاك، ارجوك اعمل لهم ريتنشن، ان ندخلهم كلاب، ان اللويال كاستمر هيبقوا ايه، بيتمتعوا بميزه، تعمل لهم ميزه اضافيه. لازم تكون معاه، عشان دول ولاد المكان، بيحبوا المكان، مهتمين بالمكان كذا. الاخرين هتعمل لهم ازاي اكوزيشن من غير عنصر جذب؟ يعني ازاي التفاحه هتقع من تحت لفوق؟ هي دايما عرفنا انها وقعت منين؟ من فوق لتحت. عنصر الجذب لازم يكون اما في صوره خصم، مش قادر اعمل خصم، اعمل فاسيلتي اوف بيمنت، طريقه سداد متقطعه، تريحوا شويه، العميل يحس انه ما كذا. طب مش قادر اعملها دي، هات فاينانس هاوس يسبورت يو، فاليو بقى، ايا كانت المؤسسه اللي هتعمل السبورت، تدخلها معاك ثيرد بارتي، هو يدفع بالراحه وياخد الخدمه بتاعتك الحلوه المميزه. a lot of solutions ممكن we can use it، بس think and think again، انك تحاول تخلي الحكايه comfortable. وفي التسعير بالذات، اسمه التسعير الحرج للسلع اللي فيها تزاحم، يعني فيها حجم طلب كبير وفيها حجم منافسه كبير، فالاثنين قدام بعض محتاجين ايه؟ سعر حرج بقى. خد بالك كريتيكال، لو اللي هي 350 ولا 390 399 900، الحاجات اللي كانوا في اسعار بعض السلع والمنتجات، الاسعار النفسي التي تبدو منخفضه 99. ايه 99؟ ما هي بيقول 100. لا هو بيقول لك كده عشان ما يقولكش كلمه 100. الحاجات دي بتفرق في السلع الاستهلاكيه، سلعه الحركه والمنتجات، وفي كل المنتجات الاخرى برضه، لان لها تاثير ولها وقع. وموضوع انك تديفايد البيمنت جزء مهم جدا. انت اولا لما انت تقول للعميل ادفع على 3 دفعات او 4 دفعات، انت بتديله ميزه جباره اسمها انك انت عملت اكوزيشن عليه، استحوذت خلاص على العميل، لانه خلاص مضى، هو مش هيرجع تاني، هو اللي مشي في مشوار هيكمله. في بعض مخاطر اسمها مخاطر التحصيل، بيقولوا ان العميل يتاخر ويماطل، نسبتها قد ايه؟ وايه الديفكت اللي ممكن يحصل لو ما جاش اصلا معاك وبيسدد ببطء، ولا مفيش معاك عميل؟ لا معايا افضل. هي دي الجيم بقى. فانت كل دي مين يساعدك فيها؟ لازم بيت خبره متخصص، لازم حد يكون معاك ويكون فليكسبل واجايل، مرن ورشيق، عنده ريزيلينس اللي هي مرونه بصمود. يعني يعمل ايه؟ يقدر يفكر وهو بره الحكايه، مش هو اللي بينافس. لان بعض المؤسسات بحس ان المنافسه معايا انا اسامه صاحب شركه اكس، فلو حد عمل عرض بفتكره بيعمل عرض لي انا. لا هو مش انا، هو بيعمل عرض المدرسه عشان مدرسته، او لشركه عشان شركتي، بينافسني. مين هيفكر من غير المشاعر دي؟ واحد من الثيرد بره بارتي هيقول لك عملوا التكتيك كذا يبقى نلعب كذا، انه مش هيلعب بعواطفه، هيلعب بعقله. وهو عقله ماله؟ هادي، هو مش منافس، هو مش في ضغط، مش منافس، فمش مضغوط، هو ورك، مش اندر بريشر، انت الاندر بريشر. فدي جيم مهمه في التسعير، لازم ناخد بالنا نتيك كير من دراسه المنافسين بالتحليل الكامل. وانا سراوند ديهم و360 اعملها، لازم اهتم بتحليل تكلفتي وعناصرها، عشان ممكن اقدم سعر انا شايفه ان هو افوردبل واخسر. لازم اعمل حاجه اسمها التكلفه الحديه، ودي بنحسبها امتى اجمالي التكاليف يساوي اجمالي العوائد. دي تتحسب كام طالب يغطوا تكلفتي، وما احط التارجت عليهم، وما اسعر عليهم، وما امشي في الخطوات دي عليهم. بعد شويه لو رفعت حته او اضفت منتج اكسب. هي الحته بقى بتبقى ايه؟ وجرادولي. انا النهارده احنا بنقول في حاجه اسمها تكلفه الولاده، زي ما بنقول انا منتج جديد، شركه جديده، خدمه جديده بتتولد في سوق قديم.
التكلفه بتاعت ولاده هذا المنتج وخروجه للنور عشان يطلع كده يتولد ويبقى موجود، دي كوست، ارجوك ادفعها و be ready to pay the price. جميل جدا. طيب ده خلينا نطلع بقى، يعني ما شاء الله حضرتك النهارده يعني افدتنا كتير قوي، واكيد الناس اللي بتتفرج علينا اصحاب مدارس واكاديميات هيستفيدوا من الكلام دوت. في نقطه حضرتك برضو قلتها في الكلام، او انا عارف ان دي من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتقدمها في الشركه عندكم، حته دراسات الجدوى. كتير من الناس بتشتغل تمام كده، يقول لك يلا نبدا، فلان هيعمل وفلان هيسوي وهنجيب حد ماركتينج ومش عارف ايه ويلا نشتغل. هل فعلا لازم نعمل دراسه جدوى؟ وايه الخطوات؟ ويعني اهميه الموضوع دي نقطه، والحاجه الثانيه ايه الخطوات بتاع دراسه الجدوى او العناصر الاساسيه لدراسه الجدوى للمشروع بالذات لو مؤسسه تعليميه؟ هايل، سؤال جميل جدا. انا الحقيقه موضوع دراسه الجدوى ده يعني موضوع عميق قوي. يعني في ناس فاكمين ان ده موضوع ايه، ساينتفكلي علمي كده وكلام نظري، مش مهم. فسيرتك البرسبكتيف هيقعد يقول لك تكلفه العائد وتكلفه احنا الدنيا تمام، الموضوع بسيط وحط كذا واشتغل. هو مش حاجه وحشه، بس ليه تتعرض لتحديات في المستقبل القريب وانت ممكن تتجنبها لو النهاردة. درست من بدري. تدرس السوق وتاخد الافكار بتاعت دراسه الجدوى الكامله اللي فيها الجدوى الماليه، الاقتصاديه، التشغيليه، الموارد البشريه، الاداريه والتنظيميه للمنظمه بتاعتك. هتجيب مين يعمل ايه، الحاجات دي كلها لازم تعرفها وتاخد منها ان شاء الله جايد لاين. يعني مش لازم تدخل تتعمق، لان بعض الناس بيعملوا دراسه الجدوى مجبرين، زي ما بيجي لنا في صندوق تمكين في المملكه العربيه السعوديه او البحرين. هو جاي يعمل دراسه جدوى ليه؟ عشان ياخد قرض. الدوله فرض عليه عشان القرض بس هو مش هيدوله المبلغ بتاع المشروع الا اذا قدم دراسه جدوى اكريديتد وتمام من بيت خبره. ده اكيد. فيجي طب خلاف ذلك انا هعمل مشروع واجرب. انا بقول لحضرتك بقى في ناس حتى اللي عملت دراسه جدوى بيعملوا انهانسمنت بعد كده او تحسين او ريفيزابيلتي ستادي. بس لازم وانا ببدا يبقى في دراسه جدوى. انت رايح، انا وحضرتك جاي لك النهارده استخدمت GPS 4 مرات. ده ايه جدواه بالنسبه لي؟ ان هو موجود في الموبايل فيه انترنت، ان قدرت اوصل لك في الميعاد اللي احنا متفقين عليه. صحيح، هي دي دراسه الجدوى. دراسه جدوى يعني انا عارف الطريق فين، المده قد ايه، هيتكلف معايا وقت وجهد شكله ايه، هوصل ولا لا، هحتاج مين يساعدني، هقدر عندي كله. رواتب شهريه قد ايه بالظبط. اول فتره اللي هصرف فيها من غير ما يجي لي اي انكم، تجربه تكلفه دخول السوق، كل التفاصيل دي بتكون موجوده في دراسه الجدوى. طيب في حته مهمه قوي، احنا دايما بنتكلم على التسويق للمؤسسات التعليميه، ودي خدمه، واحنا عارفين طبعا في فرق ما بين التسويق للخدمه والتسويق للمنتج. الطبيعه مختلفه شويه، في اسس عامه للتسويق، لكن الطبيعه مختلفه شويه. من ضمن الحاجات المهمه في التسويق للخدمه فكره ان صاحب الخدمه مين، او مين اللي بيقدم الخدمه دي. فنلاقي بعض الاكاديميات، بعض المدارس، اصحاب الاكاديميات بيطلعوا بيتكلموا بيظهروا بيقدموا محتوى متعلق بالاكاديميه، واكاديميات تانية لا. هل ده فارق في نجاح الأكاديمية، إن أنا كصاحب أكاديمية أكون بظهر وبطلع في فيديوهات وبتكلم وبقدم محتوى متعلق بالشغل بتاعي، ولا مش فارق كتير؟ هو دي حته شائكه جدا، يعني بيقع فيها ناس كتير، وانا مش هجود فيها قوي، هجيب بس خبرات الناس العالميين في هذا الشأن. وحته استخدام الفاميلي نيم وعدمه. شركه مايكروسوفت حضرتك عارف هي بتاعت مين؟ بيل جيتس، صح؟ هو سماها، ما سماهاش ليه بيل جيتس سوفت؟ عشان مش عايز حاجه ترتبط بيه هو. لو حصل منه انحراف او حيود او خلل او غيره تتاثر العلامه، وده حاجه بتكون فيها العاطفه. المؤسسه دي بتاعتي فبنتي فهي ملكي فانا كذا فانا بمثلها وهي بتمثلني، لا، دول different entities. انت ككيان شخص وفردي ارجوك ما تربطش نفسك بالمؤسسه والعكس بالعكس. دي روشته النجاح. وانت بقى عايز تعمل ايه انت حر. مربوطش خالص يا دكتور، خالص. دي انستتيوشن. انا النهارده احنا قعدنا 20 سنه ما نعرفش ان سيراميك كليوباترا ملك محمد ابو العينين. بقى لما بعد سيراميك كليوباترا 20 سنه كليوباترا ومش عارف. بس الناس بيبقوا عايزين يعرفوا مين اصحاب خليهم المدرسه، خليهم كيريوس، مفيش مانع، عادي مفيش مانع. الدكتور حسام بدراوي صاحب مستشفى النيل بدراوي النهارده بقت مستشفى كليوباترا. هل تاثر؟ تاثرت طبعا. باعها ولا امتلكوها ولا، بس احنا بنقول الفاميلي نيم قد يكون
ايجابي وسلبي. الفاميلي نيم ده اللي هو استخدام سمتك الشخصيه وربطها بكيان ايه المؤسسي. انا بقول لك لا، انا بقول لك حاول تعمل سيبريشن او تعمل عمليه فصل، ده سيبريت انتيتي وانت سيبريت انتيتي، كل واحد يشتغل لوحده. عايز تعمل بيرسونال براندنج مفيش مانع، من غير ما تذكر هتذكر بس على سبيل الايه التعريف، لكن مش انت بتماركت وتعلن، لان الاعلان ده هيبقى ايه اعلان يشوب المصداقيه. ليه؟ ما انا بقول ان حاجتي حلوه واحلى حاجه، ما هو انت دي حاجتك. طب لو انا مش بعمل اعلان، انا بقدم محتوى، هو غصب عنك العاطفه هتنقلك لمرحله الايه الاندايركت ادفرتايزنج. انت هتعمل من غير ما تحس، من غير ما تقول، على فكره والله هيبان في عينيك وانت بتتكلم. اعمل محتوى يخدم البيرسونال براندنج بتاعك از بيرسونال براند، كانك انت انستتيوشن لوحدها اسمها اسامه محمود مثلا. زي ما واحد زي ما بعض الناس يقول انت بتعمل فيديوهات خاصه مش بالبيزنس، تتكلم في حاجه عامه. ما انا ماليش دعوه بالموضوع ده، بس لما بتروح الشركه وتيجي تتكلم عن الشركه بتتكلم عن الموضوع المجرد ده بيرسونال براندنج، بتكلم فيه عن الحياه والموضوع وكذا. وفي الشركه ما بتكلمش غير عن ايه الانشطه اللي بتقدمها الشركه او احد افرادها اللي انا واحد منهم. فده الفكره بتاعت الفصل، لان قد احدهم يجر الاخر الى الاسوأ او الى الافضل. صحيح. انا دايما في الحته دي بيقول لك عندنا 4 سيناريوز للبيزنس. انت بتروح لمنطقه الامان. بس انا النهارده عندي ريسك فاكتور اسمه الورست كيس سيناريو، اسوأ الفروض. لو انا حصلت لي مشكله او حصل لها المدرسه تقفل، افرض جالي مرض او تعبت او كذا، يقولوا صاحب المدرسه اللي كان شاطر وكان مقومها تعب، فايه اللي حصل؟ ما باظت بس، او مشي سافر باعها. طب ليه؟ ما لناش دعوه بيه. هي ناجحه لانها ناجحه، لانها مؤسسه. مايكروسوفت، ابل، تسلا، العلامات التجاريه دي وراها رجال اعمال عارفينهم وكله، بس هي في النهايه انستتيوشن. على فكره ستيف جوبز مات، شفت ايفون 16 بكام؟ بيزيد. جميل قوي يا دكتور. طيب احنا اتكلمنا كتير على المؤسسات التعليميه، انا عارف كمان خبرات حضرتك في التدريب كبيره، فبرضه لو احنا بنقدم نصيحه لاصحاب مراكز التدريب والمدربين، ايه برضه معادله النجاح في مجال التدريب بشكل عام، سواء كنت مركز او انت مدرب مستقل؟ هقول لك، وانا في الحته دي ما بشتغلش خالص برامج اون شيلف، عشان دي الحته الكريتيكال جوه سوق التدريب. كل الناس عندها مجموعه شهادات بتاخدها من ارفف، تركنها الارفف، ومن الارفف دي على الحوائط. الناس اتعلمت، مش موضوعنا، اتغيرت، ما يهمناش، اهم حاجه دفعوا الايه الفيز. انت وانت متدرب بيهمك تتعلم ولا تتألم، تدفع ثمن وخلاص تاخد ورقه وبعدين حد يسالك في موضوع فتقول له ده انا يقول لك ده انت مش واخد مش اكريديتد بقى، مش واجهه. هي دي الفكره لازم يكون الموضوع له جذور. انت كمؤسسه تعليميه او مؤسسه تدريبيه دورك عندي كراكلم سليم، ما تشتغلش بتاع فراشه زي ما بيقولوا، تأجر قاعه وتجيب محاضر مأجره برضه وتجيب شهاده شاريها برضه من مؤسسه تديها لك بالرقم وتقعد ناس يمثلوا انهم بيتدربوا، ونعتقد في الاخر ان احنا ايه بندرب مع مؤسسه تدريبيه. لا، عشان كده احنا بنعمل دي تو دي تريننج سيستم اللي هو الدور تو دور. كل مؤسسه هي جسد، البرامج التدريبيه على الارفف موجوده، بس لازم نحلل هذا الجسد واحتياجه، حاجه اسمها تيلر نيد. قول لي احتياجك اللي احنا بنسميه TNA. بقعد مع الناس، انت محتاج ايه اكتر مشكله بتواجهك، بنشوف البوتل نيكس جوه البيزنس، بنشوف مين اللي عايز تعمل له انهانسمنت او ديفلوبمنت ولا. هو من الاول محدد بقى يعني لاين معين يشتغل فيه وجمهور معين هيوجه له الخدمه التدريبيه بالظبط، مش العام. انت تقعد تقول برنامج تطوير الاعمال لمين؟ لشركات العطور ولا لشركات الاساس ولا للمدارس ولا للجامعات ولا لشركات المطاعم ولا لمين؟ الدنيا دلوقتي بقت تخصص جوه تطوير الاعمال. ده اللي انت بتقوله ده كلام عام جدا يبحث عنه في الانترنت. هتفرج على 40 فيديو هبقى استاذ في تطوير الاعمال، اشوف اقرا كتابين. انما التطوير الحقيقي بيجي من منابع الخبره التراكميه التي لا تشترى. ممكن اروح اي مكان هارفارد كامبريدج بتاعه سنتين واخد شويه الحاجات، بس عمري ما سوقت عربيه. وبيبان في التريننج نفسه، يعني انت جوه الكورس وانت بتحضر مع المدرب بتبقى عارف ان المدرب ده فاهم قوي، خاض تجارب وبيديك نماذج حقيقيه من قلب الاحداث، فانت بتطلع من الكورس مستفيد. وادي الجيم هو ده الجيم على فكره، انك انت كمؤسسه تدريبيه انك تعمل تغيير، تصنع فارق، بس make some change in their life. اللي هم الاودينس او الترينيز اللي جم حضروا دول لما يخرجوا يقولوا والله ده انا حتى من المحاضره دي اللي هي مدتها 3-4 ساعات
استفدت معلومتين مفيدين جدا، هطبقهم فين؟ وعملوا نقله معايا حركتني لقدام متر. انما خلاف ذلك هنجيب مش عارف ايه وكذا، والاستهداف والتسعير وكل الحاجات دي اسمها حواشي غير جيده. يعني انا بعمل سعر مميز، بعمل خصم، بقدم شهاده من اكتر من مكان، بختم النسر، بختم ما هو مش موضوعنا. الناس استفادوا ولا لا؟ الشركه اتنقلت من مربع الف الى مربع ب ولا رجعت؟ هو ده السؤال. جميل قوي يا دكتور. طب احنا دلوقتي بقى عايزين نسأل عن التدريب الاونلاين. دي نقطة ناس كتير يعني بتقلق منها، يقول لك لا انا التدريب الاونلاين ده مش هستفيد منه حاجة. انا احب ان انا اكون قدام المحاضر على طول اتناقش معاه وبتاع. بوضوح كده، هل التدريب اونلاين ودلوقتي بالذات في الزمن دوت مع الحاجات الجديدة فارق كتير بمسافة عن التدريب الفيزيكال العادي اللي في قاعات التدريب، ولا مفيش فرق بل احيانا يتفوق عليه؟ هجاوبك اجابه والله مش اجابه اللي هو يعني بيقولوا ايه اجابه فلسفيه وكذا، لا هو طبعا مفيش احسن من الفيزيكال، والفيزيكال ده هو ذا بيست وان عشان الانتر اكشن والاكتيفيتيز اللي بتحصل وكذا. ولكن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحديثه قربت المسافات، ونوع المدربين وانواع الكراكولمز اللي بتستخدم والتطبيقات اللي بتتم ثرو الكورس او افتر خلت الموضوع مش بنفس الايه الجاب الكبيره. لا انا لازم احضر، لا مش مهم تحضر، لانك انت هتاخد اكسرسايز تعمله وهتاخد اساينمنت تشتغل عليها، وهيبقى في فيدباك وفي كويز بتعمله اثناء الشغل وانت شغال، وفي جروبنج تطلع الناس في جروب يعملوا حاجه مع بعض ويرجعوا لك تاني. فانت التولز الموجوده النهارده بتحقق اهداف جباره، وعلى فكره ميجربل جدا وكالكليتد جدا، محسوبه بكل ثانيه، تعرف كل واحد عمل ايه ومحدش سرح منك ولا لا، وكانوا مركزين ولا لا، والعائد عامل ازاي. وده اللي احنا حسينا بيه مع السعوديه تحديدا، يعني بنشتغل مع السعوديه كتير قوي ومع قبرص طبعا دايلكت كبيزنس سكول، وبنشتغل معاهم في حاجات فيها اناليتكس كتيره. الناس بيستمتعوا بالكورس الاول، يقول لك اصل اونلاين مش قوي يعني، بعدين يجربوا محاضره تانية تطبيقات البروجكت. الناس بقت تحس بان الموضوع الجاب مش كبيره ما بين الاونلاين والاوفلاين، الا ان بعض الناس يقول لك احنا عايزين نشوف المكان نفسه ونيجي نزور الناس نعمل معاهم تفاعل مباشر كذا، ودي حاجه كويسه طبعا انك بتصل لمرحله انك تتخطى هذا الفضاء الالكتروني وتصل الى قلوب وعقول الايه الاودينس بتوعك، ويكونوا بيحترموا الفكره وشايفين في تطبيق فعلي وكذا. لكن التكنولوجيا غيرت الموضوع، خليته اسهل، خليته ماتش ايزير، يعني اكسسبل بشكل كبير، تكلفه كمان بتفرق، وكوست وايز طبعا التنقل وكذا. هي يعني نقول الفرق بينهم لو قلنا ان عندك الرفاهيه انك تسافر، وفرها لحاجه تانية وتعلم اونلاين، الدنيا سهله. جميل قوي جميل قوي. احنا والله سعداء جدا يا دكتور بالحوار، وخدنا كتير من المعلومات واستفدنا كتير قوي. لو هنختم حوارنا كده بنصيحه في جمله واحده للمدارس والمؤسسات والمدربين اللي شغالين في المجال دوت، تقول لهم ايه؟ انا هقول لهم حاجه مهمه جدا، دايما ابحث عن انك تطور نفسك بشكل مستمر. اذا كنت مؤسسه، اذا كنت فرد، مؤسسه تعليميه، شركه، مصنع، غيره، من لا يتقدم يتقادم، من لا يتطور يتدهور. وشفنا ولينا امثله وعبر كبيره جدا جدا شفناها، نوكيا وبلاك بيري والسوني والناس اللي راحت من السوق عشان وقفوا مكانها اخرون، عملوا تغييرات وعملوا مساحه وخدوا ماركت شير كبير. ألمانيا بتعاني معاناة شديدة الآن نتيجة إيه؟ نتيجة إن لها لم تستثمر في التكنولوجيا واستثمرت في الأعمال الهندسية، فنسبة الربح من الأعمال الهندسية تكاد تقل عن النصف من الأعمال التكنولوجية. أمريكا بتستثمر في الأعمال التكنولوجية، عندها حاجة اسمها كاليفورنيا سيليكون فالي، حاجة عملاقة كده، فبتعمل أرباح غير منظورة من التكنولوجيا اللي هي تكلفتها لها بسيطة. فلازم نطور طول الوقت ونشوف ما يغير هذا العالم ونجري فيه، تطور ولا تتوقف. شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا والله وشرفتنا، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية كتير قادمة بإذن الله. ان شاء الله، سعدت جدا ونورت اسكندرية. يا رب يحفظك. الله يكرمك.